بعد إنجاز باير ليفركوزن معجزة كروية لن تنسى في تاريخ كرة القدم. سطر النادي الألماني معجزة كروية جديدة بتتويجه بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه بعدما تولى تشابي ألونسو تدريب الفريق في الموسم الماضي. الفريق كان يصارع من أجل البقاء في الدوري، لكن الوضع في الموسم الحالي مغاير تماما. ليكتب رفقاء الفيلسوف ألونسو قصة مثيرة في تاريخ الساحرة، فلا يوجد أي فريق قادر على هزيمتهم. حققوا اللقب بسجل خالي من الهزائم، وهي أطول سلسلة مباريات متتالية بدون هزيمة في التاريخ. كتاب عجائب كرة القدم كان مليئا بالعديد من المعجزات، وما فعله رجال ألونسو يعيد الأذهان للماضي. فكيف استطاعوا تحقيق الدوري في ظل وجود متسيد الألقاب في ألمانيا بايرن ميونخ؟ فمن تظن أنه السبب في الفوز باللقب؟ هل المدرب أم اللاعبين؟ يمكننا مناقشة الأمر معك في التعليقات.